مساء الخير يا شباب، معكم ثروت سامي من لايت اكاديمي. والنهارده فيديو جديد من فلاتر هنكمل في الاي-كوميرس اب. هنبتدي بقى ونخلص جزئيه الادمن. احنا فاضلنا جزئيه بسيطه وهي الفيو اوردرز. فاول حاجه هعمل سكرين جديده. تعالى نعمل import للmaterial.dart ونعمل stateless widget هسميها order screen. وتعالى نديها ال ID static string. وتعالى نخلي return يبقى scaffold والbody فيه container بس مش اكتر. وتعالى في المين.dart نضيف الراوت بتاعها. تمام كده. دلوقتي بقى ممكن نرجع على الهوم بيج بتاعت الادمن ونعمل نافيجيت. لما يجي يعمل view orders نعمل نافيجيت على الاوردر سكرين. تمام كده. في ايرور وده لان احنا مستخدمين بوش مش بوش نيمد. كده مظبوط. لو عملنا كنترول اس وعملنا كليك على الفيو اوردرز كل حاجه تشتغل مظبوط. تعالى بقى نغير الكونتينر. طبعا احنا عندنا الاوردرز عشان نستقبلها لازم هنستخدم ستريم بيلدر، وطبعا هيستقبل query snapshot. فتعالى نحدد التايب يبقى query snapshot. تمام كده. طبعا بياخد الستريم. فتعالى بقى جوه الستور نعمل الميثود اللي بتعمل لنا return الستريم. هنروح على الستور وتعالى نعمل ميثود بتعمل لنا return الستريم ونسميها load orders. طبعا الستريم هيبقى في type query snapshot زي بالظبط الجزئية اللي عملناها لما كنا بنعمل return البرودكتس. هي نفس الجزئية بالظبط، عشان كده مش هنشرح فيها أي حاجة لأن هو نفس الكلام، مفيش أي حاجة متغيرة خالص. وطبعا هنا أنا بوصل للكوليكشن اللي هي الكي اوردرز، وبعد كده بوصل للسناب شوت وده الستريم بتاعي وبعمل له إيه ريتيرن. كده أنا معايا الستريم. فممكن أروح بقى في الاوردر سكرين أعمل أوبجكت من الستور. تمام كده. واستخدمه جوه الستريم عشان اوصل لللود اوردرز. وبعد كده ممكن استخدم البيلدر عشان ابني البادي بتاع الاوردر سكرين. انا عارف ان هو بيديني الكونتكست وبيديني كويري سناب شوت. فاول حاجه هعمل كونديشن واتاكد ان السناب شوت فيها داتا. فاول حاجه هقول لو السناب شوت ما كانش فيها داتا في الحاله دي اعمل ريتيرن لسنتر ويدجت واحط فيها تكست ويدجت. هقول له فيها there is no orders. تمام كده. طبعا بقى في حالة إن هي ما كانتش empty هستخدم else طبعا. فهقول else. تعالى نعمل return لnull بس مش أكتر عشان العلامات دي تختفي وبعد كده هنعدلها. هنا طبعا دلوقتي أنا هبتدي أخزن بقى الداتا زي ما عملت قبل كده في اللود products جوه list عشان أستخدم الليست جوه الليست view.builder.
فطبعا احنا هنا كده محتاجين نعمل موديل برضو للداتا اللي هنستقبلها من الاوردرز. عشان كده هروح اعمل موديل جديد وهسميه اوردر، واعمل كلاس اسمه اوردر، وهيبقى فيه دلوقتي حاجتين بس. طبعا الحاجات دي ممكن تتعدل قدام، لكن احنا بس عايزين نبسط الموضوع دلوقتي. وفي الاخر خالص بعد ما نخلص كل الاجزاء هنرجع ونضيف باقي البيانات. بس دلوقتي انا عايز الاوردر يبقى فيه التوتال برايس والادرس بس مش اكتر. عشان كده هعمل اول حاجه int total price، وبعد كده الstring address، وفي الكونستراكتور هياخد الاتنين. تمام كده. وطبعا هنا بقى انا هعمل list هتبقى of order. تمام كده، ودي اللي هستقبل فيها الداتا. تمام كده، بس هو مديني ايرور. احنا ممكن نتأكد ان احنا كاتبين الاسم صح. احنا كاتبينه بالفعل صح، لكن مش بيظهر في الاقتراحات، فكده احنا مضطرين نعمل له import لان هو مش بيظهر، فهنعمل له import. تمام كده، وكده الايرور اختفى. تعالى بقى نبتدي نعمل for loop عشان نوصل للداتا. هوصل للدوكيمنت اللي موجود في السناب شوت، وبعد كده الداتا، واقدر اوصل للدوكيمنتس، وكده ابتدي اخزن بقى ايه الداتا جوه الليست. فاقول orders.add، وهنا طبعا هبتدي اضيف order، فهعمل order، وفي الكونستراكتور هبتدي اديله الداتا، وابتدي بقى اديله الداتا. طبعا انا عندي الادرس والتوتال برايس بس مش اكتر، فهديله التوتال برايس واقدر اوصل له من خلال الدوك، وبعد كده الداتا، وهنا اديله الكونستانت الكي توتال برايس. تمام كده. وهنا في مشكلة، الادرس مش بيظهر، بيديني ايرور. فكده احنا تقريبا كاتبين الادرس غلط، فاحنا ممكن نروح نعدله. هو احنا كاتبينه كابيتال، نخليه سمول. احنا كمان محتاجين نعدله في الكونستراكتور، فتعالى نعدلها. تمام كده مظبوط، وكده هيظهر معانا. تمام. طبعا هنديله الادرس. تمام. وممكن بقى اعمل return للist view.builder. طبعا احنا عارفين ان الايتم بيلدر بياخد callback فيها الكونتكست والاندكس. وهعمل return لتكست widget تقول لي بس التوتال برايس عشان نتأكد ان الدنيا شغالة بس مش اكتر. فهنوصل للتوتال برايس من خلال الاوردرز. وبعد كده اوصل للتوتال برايس واقول دوت تو string. طبعا تعالى نديله الايتم كاونت. هيبقى الاوردرز دوت length. وتعالى بقى نعمل كنترول اس، وزي ما انت شايف بالفعل هتلاقي فيه 2 برودكت ظاهرين عندنا. هتلاقي فيه 2 توتال برايس 9 و9، وده بالفعل اللي متضاف عندنا في الفاير بيز. فكده بالفعل الكود شغال مظبوط. طبعا احنا المره الجايه هنكمل ونهندل اليو اي بتاع السكرين، بس احنا كده اتاكدنا ان احنا بنعمل لود للداتا مظبوط. بس بكده يكون الفيديو خلص. هتلاقي لينك البروجكت موجود في الديسكريبشن، اعمل له ستار على جيت هاب، واشوفكم فيديو المره الجايه. مع السلامه.